بتبدأ من ريو عقل الفريق وبعدين لزانستس السريع، وقبل ما توصل لناجي فريق زد يقدروا يقطعوا الكورة. من هنا تبدأ الهجمة المرتدة. باتشيرا بيستلم الكورة ويلم الفريق ويمررها لجاجامارو اللي يسددها بطريقة خطيرة جدا، لكن الكورة تخبط في العارضة. فجأة ريو ينادي ناجي ويطلب منه يجربوا نفس الهجمة اللي فريق زد عملها، والصدمة إنهم ينسخوا نفس الحركة بالظبط، لكن الفرق إن ناجي المجنون بيوصل للكورة برشاقة خرافية ويسددها في الجون قدام عيون إيساجي المصدوم من الوحش اللي قدامه. وهنا فريق زد يبدأ يحس بحجم الكارثة، بيحاولوا يردوا، لكن فريق فيه يقطع الكورة بسهولة. ريو ياخد الكورة ويمررها تاني لناجي واللي يلف بيها باكورد ويسددها في الجون. مصيبة نزلت على فريق زد. بيقرروا يستخدموا سلاح السرعة ضدهم، لكن يكتشفوا إن فريق في عندهم نفس السلاح، ومع زانتس اللي يستلم الكورة ويديها لريو يرجعها ريو لزانتس، وزانتس من غير ما يتأخر يحطها في الجون. النتيجة تبقى 3